السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حابب اتكلم في موضوع مهم جدا. ناس كتير تجيلي يا دكتور عندي انيميا وبعالجها بقالي فترة وشهور ومفيش نتيجة، مفيش تحسن، بقيت التحليل بيطلع زي ما هو او تحسن بسيط جدا. اللي حابب اقوله النهارده ان لازم انت قبل ما تبدا علاج الانيميا او قبل ما تبدا علاج الانيميا لازم تعرف سبب الانيميا اصلا. الانيميا مش معنى ان انت عندك انيميا خلاص يبقى انا لو مجلوبين قليل خلاص هاخد حديد، لا. الانيميا لها اسباب كتير. اللي انا عايز اتكلم النهارده فيه كرات الدم الحمراء هي السبب الرئيسي والانيميا، لان هي اللي بتشيل الهيموجلوبين اللي هو اصلا بيوزع الاكسجين على الدم. كرات الدم الحمراء بتحتوي على طبعا الماده الاساسيه الهيموجلوبين، معاها بقى المكون الاساسي وبرضه بيدخل في تكوين الهيموجلوبين والحاجات دي حمض الفوليك، فيتامين بي 12. طيب، وطبعا الحديد. طيب احنا دلوقتي لو عندنا مشكله في الحديد يبقى خلاص هناخد حديد هيتظبط. طب لو الحديد مظبوط وعندنا حمض الفوليك فيه مشكله وفيتامين بي 12 فيه مشكله، مهما اخد حديد مش هيتظبط. طيب حمض الفوليك ده بيأثر على ايه؟ هو فيتامين بي 12 بيأثر على تصنيع كرات الدم الحمراء من النخاع نفسه. فانت يعني بيجي لي حالات الاقي الام بي سي في بتاعتها كويسه، كرات الدم الحمراء كويسه. طب ايه السبب؟ كده في فقد. طيب احنا دلوقتي عشان نعرف الموضوع ده ازاي، لازم انت اول حاجه تعملي مخزون حديد، وتبص على الام بي سي في وتشوف كرات الدم الحمراء. كل الحاجات دي تشخص لو لقيت الحديد كويس وكرات الدم الحمراء عددها كبير لكن الام بي سي في قليل شويه، طب ما هو كده في مشكله. طب ما هو الحديد كويس ومخزون الحديد كويس، ايه اللي مخلي كرات الدم الحمراء فيها مشكله؟ وليه الانيميا ما بتظبطش عندي؟ على طول تبص في حمض الفوليك وفيتامين بي 12. فيا جماعه لازم 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 حمض الفوليك مهم جدا جدا في علاج الانيميا، هو فيتامين بي 12. دمتم سالمين.